السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار؟ أنا كنت اتكلمت في فيديو لايف قبل كده عن المشاكل اللي الناس بتقابلها لما بتيجي تستثمر، المستثمرين العرب في اندونيسيا بالذات. بس هو كان لايف، فالظاهر ان في ناس كتير ما اتفرجتش على اللايف، فانا قلت بقى ان انا اسجل لكم الفيديو تاني بيبقى في نقط كده مختصرة، بحيث ان اللي ما لحقش اللايف يقدر ان هو يتفرج على الفيديو دلوقتي. اللي انا هتكلم فيه ممكن ان احنا نسميه عيوب، ممكن نسميه غلطات، او حاجات لازم ان انت تتفاداها. في نقط كده مهمة لما بتيجي ان انت تستثمر في اندونيسيا لازم تاخد بالك منها. اول نقطة واهم نقطة هي اللغة. مع احترامي لدرجة ذكائك، ومع احترامي لان انت شايف ان انت ممكن تتعلم اللغة في 3-4 ايام، وان الموضوع سهل وبسيط، وان اللغة مش صعبة، بس ما ينفعش ان انت تبقى حاطط فلوسك في مكان ومش عارف تتكلم مع الموظفين بتوعك، ومش عارف تتكلم مع العملاء بتوعك، ومش عارف تتكلم مع الموردين ولا التجار، وهتضطر بقى ان انت تعيش بمترجم. ان انت بقى عايز حد يترجم لك بقى، كل ما تروح لمصنع تعمل صفقة، ولا كل لما تيجي تكلم موظف تقول له يعمل كذا، ولا لما تيجي تعلم حد الشغل لازم بقى مترجم يبقى جنبك، انت تكلمه بالعربي ولا بالانجليزي وهو يترجم. لان الاندونيسيين بيتكلموا بهذا اندونيسي، بيتكلموا اللغة الاندونيسي بتاعتهم، ما بيتكلموش ولا عربي ولا انجليزي. فهي اللغة مهمة اكتر مما تتوقع، تعتبر يعني دي اهم حاجه في الاستثمار. مفيش حاجه اسمها ان انت عايز تيجي تستثمر في اندونيسيا وانت ما بتعرفش تتكلم اندونيسي. معاك مبلغ من المال، عايز تفتح شركه او عايز تفتح بيزنس، وانت اللي تباشره علشان تقلل المصاريف. فانت اول حاجه في تقليل المصاريف ان انت مش هتستخدم مترجم، هتتكلم انت اللغه. ثاني حاجه عشان ما تتسرقش، انت لو ما بتتكلمش اندونيسي الموظفين بتوعك ممكن يسرقوك وقدامك، يعني يتفقوا قدامك ان هم يسرقوك وانت مش هتبقى فاهم. فانت لازم تاخد بالك ان اللغه دي اهم حاجه. لو انت ما تعرفش لغه مش هتعرف ان انت تعرف الاخبار بتاعه البلد. عايز مثلا تعرف قانون جديد طلع عايز تفهم معناه ايه، سهل بالنسبه لك ان انت تقراه، تبقى عارف ايه اللي بيحصل حواليك. تقدر ان انت تتكلم، مثلا هتفتح شركه مقاولات على سبيل المثال، تقدر ان انت تتصاحب على واحد اندونيسي عنده شركه مقاولات، تفهم منه ايه العيوب وايه المميزات. هتعرف انك تندمج في المجتمع. ما هو الاستثمار، في ناس اللي بتبص للاستثمار ان انا معايا مبلغ من المال هقوم رامي المبلغ ده والمبلغ ده هيطرح فلوس وخلاص. ما بيفكرش في الخطوات اللي ما بين ان انت بتدفع وما بين ان انت بتاخد الربح بتاعك. في مشوار طويل في النص وفي مسؤوليات. فاللغه ما ينفعش ان انت تتجاهلها. انا بلاقي ناس بتقول لي لما ابقى اروح ابقى اتعلم اللغه. يا اخي طالما ان انت عندك النيه وعندك المقدره ان انت تتعلم اللغه، اتعلم وانت في بلدك، على الاقل الموضوع هيبقى اسهل. مش ان انت تبقى موجود في البلد مش عارف تتكلم اللغه، نفسك ان انت تشتري علبه سجاير مثلا ولا حليب وانت مش عارف تتكلم مع البايع. تاني حاجه، في سؤال غريب قوي الناس بتساله لي، بتقول لي ايه هو افضل انواع الاستثمار، ايه هي المشاريع الناجحه في اندونيسيا؟ يا اخي انا لو اعرف المشاريع الناجحه في اندونيسيا كان زماني ان انا عملتها. مفيش حاجه اسمها مشاريع ناجحه في اندونيسيا، في حاجه اسمها انت خبرتك في ايه. يعني انا لو قلت لك ان المطعم مشروع ناجح وانت عمرك ما دخلت مطبخ، ما بتعرفش تقلي بيض، ما اشتغلتش في مطاعم قبل كده، ما تعرفش ازاي تتعامل مع الشيف وتتعامل مع العملاء، هتخسر. ليه؟ لانك شغال في حاجه انت مش عارفها. ونرجع تاني، انت الاستثمار مش حته ان انا بحط فلوس وهي بتطرح، لا. انت لازم ان انت تعرف تدير العمل، لازم ان انت يكون عندك خبره، تعرف العيوب بتاعه الحاجه. حتى لو ما عندكش خبره خد خبره في بلدك. يعني انا ما بقولكش ما تفتحش. عايز تفتح مطعم في اندونيسيا، عمرك ما اشتغلت في المطاعم، انزل اشتغل في مطعم في بلدك. ليه؟ لان الخبره بتاعتك هي اللي بتنجح المشروع. يعني ما فيش حاجه اسمها ان انا لو جيت فتحت مثلا كافيتيريا في اندونيسيا هتكسب 100% هتكسب. لا، انا لو عندي خبره هكسب اكتر منك. لو انا خبرتي قليله انت هتكسب اكتر مني. طبعا الموضوع بيبقى رزق في الاول وفي الاخر، بس الخبره عامل مهم. الخبره هتعرف تخليك انك توفر فلوس، هتعرف تخليك ان انت يعني تاخد بالك الصنايعي او العامل اللي شغال عندك ده شايف شغله ولا لا. ما هو انت لو ما تفهمش في شغله مش هتبقى عارف تحكم عليه هل ده شغال كويس ولا لا. كمان ما تستناش المعلومة، يعني حاول ان انت تدور بنفسك على المعلومة. يعني انا في ناس بتيجي تسألني عن حاجة موجودة اصلا في القناة،
على سبيل المثال. فانت يعني اتعب شويه، افتح الفيديوهات اللي في القناه شوفها، وبعد كده ابقى اسال. عايز مثلا تعرف تكلفه الايجار في مدينه كذا، ممكن ان انت تكتب على جوجل، مش لازم ان انت تدخل وتطلب من واحد ان هو يجيب لك الايجار بتاع المحل كام، والعمال بياخدوا كام، والمرتبات بتبقى قد ايه، والتكاليف بتبقى كام، وبجيب المواد الخام منين. وانت عايز واحد بقى ان هو يعمل لك دراسة جدوى من على النت وانت قاعد في البيت من غير ما تعمل حاجة؟ ما ينفعش. يعني حاول ان انت دور في اكتر من مكان. ممكن ان انت تعمل حاجة من الاثنين، يا اما ان انت تتواصل مع السفارة الاندونيسية في بلدك، والسفاره هي بتدي لك المعلومات اللي انت عايزها، عشان انا عايزك تاخد معلومات جد. انا مش عايزك ان انت تقع في ايد واحد نصاب ويوم قايل لك انت معاك راس مال قد ايه، تقول له انا معايا مبلغ مثلا $50,000 ولا $100,000، يوم قايل لك تعالى انا هبعت لك فيزا ومالكش دعوه، يلبسك يخليك تاخد محل في مكان وحش بسعر غالي جدا، او يجيب لك واحد قريبه ولا واحد صاحبه تشغله وتدي له مرتب عالي وهو ما يعرفش اصلا في الشغل، ولما يحصل خساره في الموضوع انت اللي هتخسر وهو ينصب عليك. الموضوع ده منتشر، ما هو شافك جاي دخل على النت ما تعرفش حاجه وبتسال، قال لك تعالى خاص، انت جيت له خاص وصدقته، بعت لك صور قلت اه والله ده المحل ده شكله حلو، وده اصلا محل مش بتاعه. فانت لازم ان انت يبقى عندك اكتر من مصدر للمعلومات، والمصدر ده لازم يبقى موثوق فيه. فاهمني؟ يعني انا ادي لك المعلومه، انما هتيجي تكلمني تقول لي شوف لي محل، لا انا ما اشوفلكش محل. حضرتك تيجي بنفسك تختار المدينه اللي تحبها، تختار الحي اللي يريحك، الشارع اللي عايزك، ده شغلك، وانت تشوف صاحب المحل وتأجر منه. الموضوع مش محتاج وسط، الموضوع مش محتاج ان حد اللي يعمل لك حاجه، الموضوع ابسط من كده بكتير. يعني بلاش نصعبها على نفسنا. زي ما قلت لك، روح السفاره، اسأل في السفارة، وتعالى اندونيسيا شهر سياحة. شوف والله المطاعم، الاكل اللي عندهم، الكافيتريات، ايه الحاجات المشروبات اللي بيقدموها، محل ملابس مثلا، ايه الخامات اللي موجودة في اندونيسيا وبتتباع بكام. طب هل انا ينفع ان انا افتح وسط الناس دول وانافسهم واكسب، ولا شايف ان السوق فيه مثلا منافسة شديدة او ان الاسعار مش عاجباني؟ انت اللي تقرر بنفسك، لان عينك تختلف عن عين الناس التانية. انا ممكن ان انا اقول لك والله انا شايف ان المشروع بتاع كذا ناجح جدا وكويس، بس انت بالنسبه لك شايف ان الموضوع، ان المشروع ده ما ينفعش، انت عايز تفتح حاجه تانية. فانت لما تسال مثلا وتقول ايه المشاريع الناجحه في اندونيسيا، هيترد عليك اقول لك حلاق بيكسب، المطعم بيكسب، الفندق بيكسب، الكافيتيريا بتكسب، لو جبت تاكسي وشغلت واحد اندونيسي عليه هتكسب، لو جبت اشتغلت في العقارات هتكسب، لو جبت ارض زراعيه وزرعتها هتكسب. كل المشاريع بتكسب، ما هي التجاره يعني اغلب الرزق في التجاره. بس المهم ان انا لما اعمل حاجه اعملها صح. الفكره مش ان المشروع نفسه هو اللي بيكسب، لا الفكره ان انا اعمل الموضوع صح. اخر نقطه بقى الشريك. في ناس بتبقى عايزه ان هي تاخد شريك اندونيسي او تجيب شريك اندونيسي او عربي حتى، او تقابل واحد على النت ويقول لك انا بقى شريكك. ما تشاركش حد ما تعرفوش. يعني البني ادم اللي انت هتدخل معاه في شركه لازم ان انت تكون عاشرته ومتاكد منه، وتجيب محامي من السفاره بتاعتك يكتب لك العقد، هو المحامي بتاعك هو اللي يكتب لك العقد عشان تحفظ حقوقك كامله، عشان ما يتنصبش عليك. انما الناس اللي هي تقابل مثلا انا عايز افتح مصنع فحم على سبيل المثال، واقابل واحد اندونيسي يقعد يبعت لي صور ويقول لي تعالى شاركني، واقوم انا مديله فلوس من غير ورق كده، او يمضيني على ورق انا مش فاهمه، ما ينفعش. ما تستخسرش ان انت تجيب محامي، ما تستخسرش ان انت تخلي السفاره بتاعتك تساعدك، لان ده حقك. يعني انت لما تيجي تعمل الحاجه، يا اما تعملها لوحدك تبقى انت المستثمر، انت صاحب الشركه لوحدك وفلوسك وانت اللي بتتعامل فيها بالطريقه اللي انت عايزها، يا اما ان انت لو هتجيب شريك هات شريك بس يكون واحد مضمون علشان ما تحصلش مشاكل بعد كده. البلد حلوه، الاسعار فيها رخيصه، ان الشعب بتاعها طيب، الجو كويس جدا، المناخ كويس للاستثمار. هم اصلا يعني مضيقين على الناس اللي هي بتيجي تدور على شغل، وفاتحين الموضوع للمستثمرين. فانت ان انت تيجي تستثمر في اندونيسيا دي حاجه كويسه، بس بشرط ان انت امشي بالعقل، امشي بالمنطق. لاحظ ان دي بلد غريبه، ثقافه مختلفه،
اكل مختلف، عادات مختلفه. فانت لازم ان انت تستوعب ان انت مش هتفتح مطعم مثلا في بلدك، لا انت هتفتح في بلد مختلفه عنك تماما. فاحنا ناخد بالنا من الحاجات دي، زي ما قلت لك ادرس الموضوع كده بالراحه، تعالى اندونيسيا، اسال بنفسك، هات المعلومه بنفسك، اسال السفاره وصلي استخاره واتكل على الله، وفي الاخر ده رزق برضه يعني. وربنا يرزق الجميع. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، ما تخليش المعلومه تقف عندك. الناس اللي هي ما اشتركتش في القناه تشترك. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.